السلام عليكم. رجعنا تاني لخناقة حمدي واخوه محمد حوارات بعد ما الدنيا كانت هادية اليومين اللي فاتوا. تعالوا النهاردة نشوف الفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه. هو النهاردة نزل فيديو من ساعة كده بالظبط، كان رد على كل الأسئلة اللي احنا كنا بنسألها لنفسينا. ليه بنته ظهرت دلوقتي؟ وليه كان مخبي اللي هو متجوز ومطلق؟ وايه سر الفيديو المتسرب وهو بيضرب مراته وبيسحلها بالمنظر دوت، والمكالمة متسربة وكلام كتير جدا جدا هنعرفه مع بعض في الفيديو دوت. اول حاجه خالص هو رد على اللي بنته ليه ظهرت دلوقتي. قال انا بنتي علاقتي بيها كويسه جدا جدا، وكدبهم لما قالوا لما امه وحمدي قالوا ان هو رامي بنته ومش بيطلعها معانا مصايف واحنا مهتمين بيها. انكر كل دوت وحط لنا شويه صور وهي البنت ما شاء الله زي العسل، وكانت مع الاء وكانت في بيتهم القديم وفي بيت ام زياد الله يرحمها وفي بيتنا سايبه، والاء كمان عارفاها، يعني هو مش مخبي على الاء ولا اي حاجه. وبنوته جميله جدا جدا ما شاء الله ربنا يحفظها له. قال قد ايه انا بر ببنتي لاني ربنا هيحاسبني عليها، فانا معاملتي معاها كويس جدا جدا كويسه، ومش راميها زي ما الناس قالت والناس اتهمتني. هي عايشه معايا شويه، ساعات بتجيلنا في الصيف، عايشه مع مامتها زي ما هي حابه، وهو مش حابب اللي هو يظهرها على السوشيال ميديا، بس هو اضطر اللي هو يظهرها علشان ايه الكلام الياما، وهو مش راميها ولا اي حاجه. ده كده بالنسبه للنقطه بتاعت بنته. اتكلم كمان عن نقطه الذهب وعلاقته بمامته، قال اللي هو ما سرقش ذهب ولا اي حاجه، ونزل برضو حته من فيديو كده هوت بعد ما هو سافر كان الذهب في ايد امه وكل حاجه، مفيش اي مشكله. وكمان قال امه يا جماعه يعني محدش يشتمها ولا يغلط فيها ولا اي حاجه، لان هي ولا بتعرف تعمل مونتاج ولا بتعرف تكتب الفيديوهات والحاجات اللي على المنتدى وكل الكلام دوت. كل الكلام ده من حمدي، هو اللي بيصورها وهو اللي بيعمل لها كل حاجه، هي ولا تعرف تعمل قناه ولا تعرف تعمل اي كلام من الكلام ده. فقال لو سمحتوا امي هي ضحيه حمدي. حمدي حاول يوقع ما بيني وما بين حسن، وحسن قال علاقتي بيه كويسه، ودلوقتي بيحاول يوقع ما بيني وما بين الاء، بدليل هو منزل فيديو لآلاء وهي بتتضرب. قال الفيديو ده اول ما اتجوزنا بعد الجواز ب3 شهور بسبب مشكله عند حسن، وكنا في بيت حسن وهو بس مش عايز يقول سبب المشكله. انا عشان ديت خصوصيات واسرار وانا مش حابه ان انا اتكلم في المشاكل، ودي كانت مشاكل عدت. فقال دلوقتي ازاي يا حسن انت بتكلمني وبتقولي ان احنا كويسين مع بعض، واديت الفيديو دوت لحمدي ينشره، ولا حمدي يعني مهكر الفيلا بتاعتك والكاميرا بتاعتك؟ الكلام ده من الفيلا بتاعتك القديمه اللي انت سبتها، محتفظ بفيديو من 2023 لحد دلوقتي شعر مراتي باين فيه والمنظر المهين ده وانا بضربها، وكل ده كان بسببكم. بس انا برضو مش عايزه اقول سبب المشكله. يعني انتوا دلوقتي يا حمدي معرفتش توقعني ما بيني وما بين حسن، جاي توقعني ما بيني وما بين ابو الاء لما يشوف بنته بتتضرب بالمنظر دوت. وهي لما تشوف الفيديو ده كده متصور لها، دي كانت خناقه وهي اصلا يعني كانت من زمان، يعني احتمال اصلا تكون نسيتها. فانت ليه دلوقتي تنزل فيديو زي دوت وطالع بس يا حسن تكلمني وتقولي ان احنا حبايب وعلاقتي باخويا كويسه، وانت اصلا مدي فيديو زي دوت لحمدي؟ ده برضك ينفع؟ وراح منزل تسجيل صوتي ما بينه وما بين حمدي، وهو حمدي بيقول له اهدى بقى يا محمد وسيبك من حسن هو مشحون، وسيبك من البت هي اللي شحناه، كان قصده طبعا على نهال، سيبك منه وكبر دماغك لان هي اللي شحناه. يعني بكلام حمدي ان نهال هي اللي شحناه، ويجي دلوقتي يقول اللي انت بدافع عنهم بقى وبدافع عن حسن اخويا علشان موضوع الخلفه ومش الخلفه. هو مدخل موضوع الخلفه في النص كده، بيصفوا حسابات من بعضهم احنا برضو مش عارفينها. بس دلوقتي كل حاجه وضحت قدامنا قد ايه محمد ضحيه، وقال قد ايه انا كنت مستحمل كل اللي فات ومش عارف اللي جاي كمان عامل ازاي. بس انا خلاص بجد مش هطلع ارد عن اي حاجه تاني، سيبوني اعيش حياتي واعتبرني بقى يا حمدي خلاص استسلمت يا سيدي ورفعت الرايه البيضاء. ولو مراتي حامل مش حامل لسه حامل جديد زي ما انت ما بتقول، اي حاجه خلاص ما يخصكش ما يخصكش. انا سبت لكم البلد خلاص ومشيت، هاخدها اروح بيها فين تاني؟ كان سبب من اسباب اصلا ان هو راح الامارات اللي هو عايز يحسن لها نفسيتها يعني عشان تتعالج، وفعلا الحمد لله اتعالجت يعني لان موضوع نفسي. فانتوا دلوقتي بتضايقوها لي ليه؟ عايزه يا حمدي توقعني ما بيني وما بين حسن، فشلت. بتوقعني ما بيني وما بين امي، وحط فيديو لامه وهو كان بيديها عبايه وكانت مبسوطه جدا جدا، وقالت له انت على طول اللي شايلني وانت اللي بتوديني. يعني كانت علاقته بامه كويسه جدا جدا، وهو على كلامه بيقول حمدي هو اللي خرب العلاقه دي، ودلوقتي كمان عايز تخرب العلاقه ما بيني وما بين ابو الاء وعيله الاء. طب ليه كده يا حمدي؟ عايز مني ايه؟ سيبني في حالي. وكل شويه طبعا ينزلها لبعض استوريهات على
الانستجرام ده بيرمي كلام وده بيرمي كلام، بس اخر انستجرام خالص حمدي منزله كاتب يعني فيه: حتى لو انت استسلمت ورفعت الرايه البيضاء انا برضو مش هسيبك. وخلاص رد الاستوريهات عدت والردود القويه جايه. احنا مش عارفين ايه هي الردود القويه الصراحه اللي جايه، بس دلوقتي محمد بيقول يا جماعه خلاص سيبوني في حالي بقى، خلاص كل واحد يشتغل بحاله. انا مش عارفه برضو دلوقتي حمدي مصر ليه اللي هو يقعد يفتح في حاجات قديمه ويفتح في مشاكل ملهاش اي لازمه. يعني حتى يعني انا واحده من الناس كنت فاكره مثلا محمد حوارات ده مش قايل لمراته اللي هو كان متجوز ومطلق قبل كده، او مثلا فعلا خايف بنته ما يعرفهاش. لكن صراحه يعني اول ما جاب بنته واول ما عرفت اللي الاقي كمان كانت عارفه، يعني يعتبر ان محمد ده متجوز ومخلف ومطلق، يعني انت كده عارف، يعني هي الاقي عارفه كل حاجه عنه وشافت البنوته، والبنوته كانت معاها في فيديو كده هو مصوره. طيب ليه؟ طب يا حمدي انت دلوقتي بتعمل مشاكل، هو دلوقتي السؤال. بس برضو حمدي يجي يتكلم تحس ان هو بيتكلم كلام واقعي بالادله برضو بالبراهين. بس احنا دلوقتي يعني انتوا لخبطونا جدا جدا جدا. وام محمود عدت كل الحدود، ما نزلتش الصراحه ولا فيديو عندها، بس هي بتنزل استوريهات كده عند عيالها، لان هي قالت ده اخر فيديو انزله عندي على القناه. فاحنا الصراحه برضو مش عارفين اذا كانت هتنزل فيديو تاني وتقعد بقى ايه تطلع اسرار اخرى، ولا خلاص اكتفت لحد كده هوت. بس انا شايفه ان علاقه الحاجه كانت بعلاقه محمد كانت كويسه جدا 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 لحد اخر وقت، لحد قبل ما تسافر تركيا لحمدي. فدلوقتي ايه اللي قلب الحال كده الله اعلم. وكمان حسن ونهال هوب دروب راحوا تركيا، راحوا تركيا لحمدي. كلهم بقى عاملين بقى يخططوا بقى لمحمد بقى ولا ايه، ولا هم رايحين صدفه عشان يحضروا اسبوع مسك البنوته الصغننه الاموره. احنا برضو مش عارفين. بس خلال الايام الجايه شكل كده الوضع مش هيستقر ومش هيستتب، لان حمدي لسه عنده كلام عايز يطلعه. اه بالحق. اسمه ايه، محمد حوارات برضو نزل حته من التسجيل اللي هو كان منزله. حمدي كان منزل حته تسجيل لو تفتكروا، قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت قاطع يعني حته كام من المكالمه. ومحمد بيقول زي ما عرفت اتصرف في السونار هعرف اتصرف في الطفل، يعني اقدر اجيب طفل يعني واصور بيه. وكلنا فكرنا قد ايه محمد دوت كده وحش وعايز يتبنى طفل مخصوص علشان يصور بيه فيديوهات والكلام دوت. بس هو طلع قال يا جماعه المكالمه كامله معايا، وطلع منها جزء صغير كده بتاع ثانيتين، بس قال دي المكالمه كامله. المكالمة كاملة معايا، وانا مش عايز انزلها للخصوصية، لان في اخر المكالمة يا حسن كانت آلاء بتقول لكم إيه كذا 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 حصل، وانا خلاص مسامحاكي يا حسن ومسامحاكي ومش عارف ايه. تمام. المكالمة دي هي كانت هتوضح كل حاجة، بس محمد مش بيرضى اللي هو يذيع الحاجات، ومش بيرضى اصلا يعمل مشاكل. هو قال يا جماعة مش بخلق مشاكل، هي مشاكل جايه لحد عندي وانا ساكت 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 ساكت، وعمالين تغلطوا فيا وتغلطوا في البت الغلبانة آلاء وتغلطوا في بيتي وتغلطوا في الدنيا كلها. يعني خلاص بقى كفايه. فاحنا من هنا يا جماعه بنقول لكم ربنا يصلح الحال، وبجد كفايه قوي لحد كده هوت. والدنيا بقى عايزينها هدوء بقى، ورجعونا بقى للروتينات بقى والمقالب بقى والشغل الجميل بتاعكم ده، لان كده الصراحه يعني منظر مش حلو خالص خالص. ومحمد فعلا ختم المكالمه بتاعته قال له انت عندك اطفال يا حمدي، وقلت لك كده برده المره اللي فاتت لما الولدين بقى يطلعوا يعملوا كده في بعضهم او الاخوات يعملوا كده في بعضهم ما تبقاش تزعل، لان هم هيشوفوا ده شيء طبيعي. ما انت بتعمل كده هوت هيشوفوا يحسبوا هو ده الطبيعي، وده طبعا مش الطبيعي خالص خالص مهما كان، بالذات خلاف ما بين الاخوات او الاسره يتحل ودي ويتحل بشكل عقلاني. لان في الاول وفي الاخر برضو انتوا بتربوا اطفال عينيهم ودانهم بتسمع وبتشوف وبتبرمج كل دوت، والطفل طبعا اخد اهله قدوه. فاتمنى صلاح الحال لينا جميعا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.